طيب دلوقتي الفرق بين رايز وريز وأروز وأرايز، دول أربع أفعال ملخبطين الدنيا في الإنجليش، بس إحنا هنقول معناهم إيه، إزاي أفرق بينهم. الاختيارات. تمام. يبقى الاختيارات، المعنى، الجمل بتاعتها. أول حاجة اسمها رايز، روز، ريزن. التصريفات مهمة. رايز، روز، ريزن يعني يرفع أو يزيد أو ينهض. The sun rises in the east. الشمس بتشرق منين؟ من الشرق. Temperature rising in summer. درجات الحرارة بتزيد in summer في الصيف. rising ديت لا تأتي بعدها مفعول. rise لا يأتي بعدها مفعول. أول حاجة يأتي بعدها مفعول ولا يأتي بعدها مفعول؟ لا يأتي بعدها مفعول. معناها يرفع أو يزيد أو ينهض أو تشرق أو تشرق. كده عرفنا رايز. خش على ريز. ريزد، ريزد يعني يرفع أو يزيد أو يربي أو يجمع مالا. يربي أو يجمع مالا. They raise the flag every morning. هم بيرفعوا العلم كل يوم صباح. They want to raise money for charities. هم يريدون أن يجمعوا المال for charities اللي هي المؤسسة الخيرية. يبقى هنا يجمع مال. واخد بالك إن هنا ريز رفع إيه؟ العلم. هنا جمع إيه؟ المال. يبقى هنا بيجي بعدها مفعول. يبقى لا يأتي بعدها مفعول ويأتي بعدها مفعول. تالت حاجة الروز معناها يثير الشك. The detective was trying to arouse suspicion. المحقق بيحاول ان هو يثير الشك. arouse suspicion. هنا بيجي بعدها مفعول برضه. فرق ايه؟ suspicion ده مفعول الاوبجكت. الفعل اللي هو الروز الريزن معناها يبرز او ينشأ. يبرز او ينشأ. New ideas arise when you take risks. الافكار الجديده بتظهر او تبرز لما انت بتاخد المخاطر. دي لا ياتي بعدها مفعول. يبقى اتنين بيجي بعدهم مفعول واتنين بيجيش بعدهم مفعول. ازاي اعرف اللي بيجي بعدها مفعول وما بعرفش المفعول؟ خد يلا. المنتظم هو اللي بيجي بعديه مفعول، والغير منتظم اللي هو ما بيجيش بعديه مفعول. ازاي؟ raised والروز جه بعدهم مفعول. ليه؟ عشان التصريف بتاعهم منتظم، اخرهم اي دي. وصلت؟ واللي هو شاذ اللي هو رايز، روز، الريزن ده شاذ. وهنا الرايز، الروز، الريزن ده شاذ، ما بيجيش بعدهم مفعول. بس كده. في قصة الأفعال زي ما احنا عارفين إن الفعل في الإنجليزي لما يجي له حرف جر أو كلمة تانية فبيتغير معناه. فاحنا عندنا النهاردة الفعل جو. احنا عارفين إن الفعل جو يعني يذهب. جو لما يجي بعده حرف الجر on معناه يستمر. بتساوي كلمة carry on أو continue. تمام. الجو يجي بعدها حرف الجر in معناها يدخل. طب go out يخرج. go in يدخل. go out يخرج. go back يعني يعود إلى الخلف مثلا، أو يعود إلى مثلا حاجة بيعملها. go away يبتعد عن شيء. go ahead اتفضل. go along يعني يذهب مباشرة. go about يعني يبدأ فيه، مثلا بتساوي كلمة begin مثلا. begin اللي هو يبدأ. go after يعني يتبع أو يسير وراء شيء، بيساوي مثلا كلمة for. تمام. يبقى الفعل go لما يجي بعد حرف الجر on معناه يستمر. لما يجي بعد حرف الجر in معناه يدخل. لما يجي بعد حرف الجر out معناه يخرج. لما يجي بعده كلمة back يبقى go back يعني يعود. go away يعني يبتعد. go ahead يعني اتفضل. go along يعني يذهب مباشرة. go about يعني يبدأ فيه. go after يعني يتبع أو يسير إلى وراء شخص. بس كده. مكملين في سلسلة الأفعال، وزي ما احنا عارفين إن الفعل في اللغة الإنجليزية لما يجي بعده حرف جر أو أي كلمة بيتغير معناها. فاحنا عندنا تاني فعل اللي هو look يعني ينظر. look لما يجي بعد حرف الجر at يبقى ينظر إلى. أنا مثلا look at the camera، أنا بنظر إلى الكاميرا. look in ينظر فيه. look after يعني يعتني، اللي هو يعتني.
look for يعني يبحث عن شيء عام، ببحث مثلا عن القلم، ببحث عن اي حاجه، ببحث عن الجاكيت، ببحث عن السماعه، اي حاجه. اما look up يبحث عن كلمه في قاموس. look for يبحث عن شيء في العموم، look up يبحث عن كلمه. look like يعني يشبه. look into يعني يفحص، بتساوي كلمه check اللي هي يفحص. look out يعني يحترس، بتساوي كلمه مثلا watch out زي اللي ما خدناها في قاعده going to في المستقبل. watch out. look forward to بيجي بعدها الفيرب زائد اي ان جي يتطلع الى، رغم انها بيجي بعدها حرف جر تو، لا بيجي بعدها الفيرب زائد اي ان جي. بس كده. مكملين في سلسله الافعال. الفعل اللي عندنا ان شاء الله النهارده اللي هو take. take ده فعل مهم جدا، وجمعت لك شويه برضو الاكسبريشن بتاعته. take care يعني يحذر. take care يعني يحذر، مثلا بتساوي كلمه warn، مثلا اللي هي warn يحذر مثلا شخص. take care of يعني يعتني بيه، يعني يعتني بيه بتساوي كلمه ايه؟ look after زي ما خدنا في الفعل look. take off يعني يخلع الملابس، take off يعني يخلع الملابس. take place يعني يحدث، بتساوي كلمه happen، بتساوي كلمه occur. تمام. take out يعني يخرج. take part in يعني يشارك، مثلا في كلمة share، في كلمة participate in. تمام. share participate in take part in، ثلاثة بمعنى يشارك. take back يعني يعيد. take time يعني يتمهل، يعني calm down يعني يتمهل، خد وقتك زي ما بيقولوا، تمهل خد وقتك. take time زي ما بيقولوا في ال في الأفلام. take heart يعني يتشجع. تمام. يبقى take care يعني يحذر، take care of يعني يعتني بيه، بتساوي كلمة ايه؟ look after. take off يعني يخلع الملابس. take place يعني يحدث. take out يعني يخرج. take part in يعني يشارك. take back يعني يعيد. take time يعني يتمهل. take hurt يعني يتشجع. بس كده. ولو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وتشترك في القناة، عشان والله احنا هو الفيديو مش هيكمل دقيقة، بس تجميعات الاكسبريشن ديت بتاخد وقت كتير، فاحنا بس كده. سلام. في سلسلة الأفعال زي ما احنا عارفين عندنا ثالث فعل اللي هو get يعني يحصل على زي ما احنا عارفين. طيب get at أو to يصل إلى، يساوي كلمة مثلا arrive اللي هي يصل إلى، أو reach. get up يعني ينهض. get on يعني يركب. get off يعني ينزل، ودي بتستخدم في المواصلات. get on يعني يركب. get off يعني ينزل من المواصلات. get over يعني يتغلب على، بتساوي كلمة مثلا overcome. طب احنا عارفين overcome يتغلب على. get better يعني يتحسن. get away يعني يفر او يهرب، بتساوي كلمة مثلا escape. get out يعني يخرج مثلا من الأوضة اللي احنا قاعدين فيها. get out اخرج. get rid of يعني يتخلص من، وبيجي بعدها object اللي هو المفعول. بس كده. لا اقول لك كده في نص دقيقة في turn، وبالفعل turn والافعال حروف الجر اللي بتيجي اللي بتغير معناها. ويعني ده مش كتير. عندك turn on اكتر فعل مشهور، turn on turn off. turn on اللي هو شغال جهاز، turn off يطفي جهاز. طيب turn on شغال جهاز، turn off يطفي جهاز. turn into يتحول إلى. turn in تثير به، يعني تثير به، يصير مع شخص، يصير مع كذا. مع فعل come. الفعل ده سهل ولذيذ. come in يعني يدخل. come in يعني يدخل. come on يعني يرحل. come here يعني تعالى هنا. come here احنا عارفينها. come here يعني تعالى هنا. come across يعني يصادف، يعني مثلا انت ماشي في الشارع صادفت مثلا حد، يبقى come across. تمام. come along with me يعني يرافق. يبقى come in يدخل. come on يرحل. come here يعني تعالى هنا. come across يعني يصادف. come along with me يعني يرافق. بس كده. ايه ميعادنا مع فعل made فعل made سهل وبيلخبط. made of و made from. made of مصنوع من شيء المادة بتاعته ما اتغيرتش. made from مصنوع من شيء بس اتغيرت المادة بتاعته، يبقى made from مصنوع من شيء اتغيرت المادة بتاعته. made in مصنوع في مثلا البلد. made in Egypt زي ما احنا عارفين made in Egypt. made by مصنوع بواسطة، بقى مين بقى اللي صنع يعني بواسطة شخص، مثلا made by محمد مثلا، سعدية وأي حاجة، يبقى made of
مصنوع من شيء لم تتغير مادته. made from مصنوع من شيء تغيرت مادته. made in مصنوع فيه، تحط اسم البلد، تحط اسم أي حاجة. made by مصنوع بواسطة، أكيد هتبقى بواسطة شخص. مكملين في سلسلة الأفعال. الفعل اللي عندنا إن شاء الله النهاردة اللي هو take. take ده فعل مهم جدا، وجمعت لك شوية برضو الاكسبريشن بتاعته. take care يعني يحذر. take care يعني يحذر، مثلا بتساوي كلمة warn، مثلا اللي هي warn يحذر مثلا شخص. take care of يعني يعتني بيه، يعني يعتني بيه بتساوي كلمة ايه؟ look after زي ما خدنا في الفعل look. take off يعني يخلع الملابس، take off يعني يخلع الملابس. take place يعني يحدث، بتساوي كلمة happen بتساوي كلمة occur. تمام. take out يعني يخرج. take part in يعني يشارك، مثلا في كلمة share، في كلمة participate in. تمام. share participate in take part in، ثلاثة بمعنى يشارك. take back يعني يعيد. take time يعني يتمهل، يعني calm down يعني يتمهل، خد وقتك زي ما بيقولوا، تمهل خد وقتك. take time زي ما بيقولوا في ال في الافلام. take heart يعني يتشجع. تمام. يبقى take care يعني يحذر، take care of يعني يعتني بيه، بتساوي كلمة ايه؟ look after. take off يعني يخلع الملابس. take place يعني يحدث. take out يعني يخرج. take part in يعني يشارك. take back يعني يعيد. take time يعني يتمهل. take hurt يعني يتشجع. بس كده. ولو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وتشترك في القناة، عشان والله احنا هو الفيديو مش هيكمل دقيقة، بس تجميعات الاكسبريشن ديت بتاخد وقت كتير، فاحنا بس كده. سلام. في سلسلة الأفعال احنا بقى جايين بقى من هنا ورايح، هيبقى ايه؟ فيديو هيبقى نص دقيقة، الأفعال بتبقى ايه؟ خفيفة. تمام. فيلا بينا. عندي حاجة اسمها بريك، فعل بريك. فعل بريك لما يجي بعده بريك اوت يعني يندلع، أو اسمه ده مثلا اندلاع النار، هو الاشتعال النار. بريك بيجي بعدها بريك اوت يعني اندلاع النار او اشتعال النيران. تمام. بريك انتو او بريك ان يعني يقتحم، يقتحم. بريك داون يعني يتعطل او ينهار، اللي هو مثلا بيجي مع الدراوت اللي هو الجفاف او المطر، الجفاف او الفيضان، اللي هو بريك داون. بريك اب يعني يتبدد او يمنع. تمام. عندنا فعل اسمه ست. ست اوف يعني اطلق او شرع، يعني هو إيه مثلا اطلق او شرع، مثلا اطلق خبر مثلا او شرع مثلا في خبر في جريده، بيجي في هي سيت اوف ديت بتيجي في الجرايد. سيت فري يعني يحرر، اللي هو فور فري، حرر مثلا اسير، يحرر اسير، يحرر اسرى، يحرر مثلا سجين كده. سيت اب يعني ينشا او يقام او اقام. سيت اب يعني ينشا بمعنى اقام او ينشا. سيت ان اكزامبل يعني مثلا او قدوه، يبقى سيت ان اكزامبل مثلا او قدوه. سيت اب يعني اقام او ينشا. سيت فري يعني يحرر. سيت اوف يعني اطلق او شرع. بس كده. ومكملين في سلسله الافعال. عندك فعل بوت. بوت اون يعني يرتدي. بوت اوف يعني يؤجل او يطفئ حريق مثلا، يؤجل عندك. بوت اوت يعني يطفئ. بوت داون يعني يكبح، اللي هي بتاعت الفرامل. بوت داون يعني يكبح الفرامل. بوت اواي يعني يعيد الشيء لمكانه الملائم. بوت باك يعني يعيد الشيء لمكانه السابق، يعني رجعه في مكانه الأصلي. بس ده كان فعل بوت. مكملين في سلسلة الأفعال. عندنا فعل رن. رن زي ما احنا عارفين، لو سألت أي حد من الابتدائي البيبي يقول لك رن يعني فعل معنى يجري. طيب فعل رن لما يجي بعده away يبقى run away بمعناه يهرب، زي مثلا كلمة escape. run in معنى يحبس، يحبس مثلا شخص، يحبس حيوان، يحبس قطة، يحبس كلب زي ما بنقول. run on يعني تسير بيه، يسير مع شخص. run into يقابل بالصدفة. run out of يعني ينفذ ما لديه، ودي بتبقى مشهورة جدا مع البترول والحاجات دي. run out of بترولز مثلا أو بنزين، مثلا مع شخص مثلا عربيته خلصت بنزين run off اسمها جازولين. run for يعني يرشح نفسه للانتخابات، دي مهمة جدا، وتبقى تيجي بتبقى في الفورمال قوي اللي هي run for.
بس كده.